حلقتنا اليوم عن فيلم الباب المفتوح إنتاج 1963 إخراج هنري بركات، وهو مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للطيفة الزيات اللي شاركت في كتابة السيناريو مع هنري بركات ويوسف جوهر. وهنا لازم نتكلم عن لطيفة الزيات. لطيفة الزيات من مواليد 1923، اتخرجت من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية سنة 1946. هي أديبة وناقدة وأستاذة أدب إنجليزي وصاحبة نشاط سياسي في الحركة الشيوعية المصرية، وكان عندها اهتمام خاص بقضايا المرأة، واعتقلت مرتين، مرة في فترة الملكية ومرة أخرى في عصر أنور السادات. يعني احنا أمام كاتبة مسيسة ليها اهتمام بقضايا معينة، وده بان جدا في روايتها الباب المفتوح وفي الفيلم اللي هنتكلم عنه في الحلقة دي. أحداث الفيلم بتدور في 5 سنين من 1951 بعد إلغاء اتفاقية 1936 وبداية المظاهرات ضد وجود الإنجليز في مصر والكفاح المسلح ضد وجود القوات البريطانية في مدن القناة، وبعدها حريق القاهرة في يناير 52 ثم قيام ثورة 23 يوليو لحد العدوان الثلاثي 1956. هنشوف كل الأحداث دي من خلال قصة بطلة الفيلم ليلى، وهنشوف مزج بين الشأن العام اللي مرت بيه البلد في الفترة دي وبين ظروف ليلى الشخصية وصراعها بين ما تؤمن به ورغبتها في انها تكون حرة وصاحبة قرار، وبين التقاليد او الاصول اللي بتفرضها اسرتها والمجتمع. بركات بيوصل لنا المعنى ده في أول مشاهد الفيلم. بنشوف لقطات لمظاهرات 1951، لقطات متعددة، ولقطات للمقاومة الشعبية في مدن القناة، بعدين لقطة في مدرسة بنات، وبنشوف الطالبة ليلى بتحمس زميلاتها وتنزل المظاهرات، وبنشوفها في البيت بتتعاقب إنها بتنضرب بالجزمة لأن تصرفها خارج عن الأصول. بنتعرف على صراعها مع الأصول دي اللي هي أفكار رجعية جدا بتكبل حريتها في إنها تكون نفسها. إحنا أمام بطلة شجاعة جريئة بتقرأ سلامة موسى ومعجبة بكتاباته لجرأتها. المشكلة عند ليلى بتحصل لما تكتشف إن ابن خالتها اللي بتحبه بيخونها مع الشغالة. ده بيعمل لها صدمة كبيرة وجرح مؤلم جدا يخليها تفقد ثقتها في الحب وفي نفسها وفي أفكارها عن الحرية، على اعتبار إن الأفكار دي كانت السبب في الجرح بتاعها، وتبتدي تستسلم للأصول اللي كانت بتحاربها ورفضها، على اعتبار ان الأصول دي ممكن تحميها من الجرح أو من الصدمة، وده يخليها تتهرب من الحب لما يجي الحد عندها لما تقابل حسين صديق أخوها واللي بيمثل كل الأفكار اللي بتؤمن بيها، لكن رغم كل ده بتهرب منه رغم إنها بتحبه. وهو ده الصراع اللي هيقوم عليه الفيلم، الصراع بين الرغبة في الحرية والخوف من التعرض لجرح أو الصدمة. دايما هنلاحظ مقارنة في الفيلم بين ليلى وبنت خالتها جميلة، واللي بتلتزم بالتقاليد والأصول وبتسمع كلام أهلها وتتجوز راجل غني مش بتحبه بناء على رأي أمها، ولما تفكر في الطلاق الأم ترفض لأن بتعتبر ده عار، والأم ما عندهاش مشكلة لو بنتها خانت جوزها مادام محدش بيعرف، لكن الأهم إن البنت ما تتطلقش. المقارنة دي مهمة جدا في الفيلم لأنها تلعب دور كبير في تحول موقف ليلى بعد كده. التحول عند ليلى بيحصل لما تتخطب لأستاذها في الجامعة اللي بيتلاعب بيه عشان يحطها تحت سيطرته، وبتكتشف بعد الخطوبة اللي ما اتخدش رأيها فيها انه رجعي، شايف ان ميزتها انها مطيعة وبتسمع الكلام وده سبب اختياره ليها، ومع الوقت تكتشف انه مش مجرد شخص رجعي وبس، ده شخص بيحتقر المرأة، شايف ان مجرد وظيفتها انها تخدمه، ويبان ده لما ينصح اخوها انه ما يتجوزش البنت اللي بيحبها ويكتفي انه يمشي معاها بس. الأحداث بتتصاعد وتبتدي ليلى تكتشف إيه عواقب استسلامها للأصول وحالة الخوف اللي هي فيها، وبيحصل العدوان الثلاثي، الحدث الكبير على المستوى العام اللي بيكون دافع ليلى إنها تتمرد ولا تستسلم لخوفها وتتخذ قراراتها بنفسها ولا تستسلم للأصول والتقاليد الرجعية. السيناريو في الفيلم محكم، رسم شخصية ليلى بشكل صح، والتطور في شخصيتها كان مبني بشكل سليم جدا، وأهم حاجة إنه مزج بين الخاص والعام، ربط بين تحرر المرأة وبين تحرر الوطن والمجتمع. مثلا لما ليلى تكتشف خيانة ابن خالتها اللي بتصدمها وتهز إيمانها بالحب وأفكار التحرر، ده هيحصل مع حدث عام كبير وهو حريق القاهرة. ولحظة تمرد ليلى على خوفها واستسلامها للأصول في النهاية هنجد إنها مرتبطة بحدث عام زي العدوان الثلاثي وركوبها القطر اللي رايح بورسعيد مع المقاومين. الرسالة من ده إيه؟
إن تحقيق الحرية للمرأة ماشي بالتوازي ومرتبط بالقضايا العامة اللي تخص الوطن، زي التحرر الوطني والاستقلال، وعشان المرأة تبقى حرة لازم المجتمع نفسه يبقى حر. السيناريو عبر عن الحالة دي كويس جدا في الفيلم، زي الرواية بالظبط، بسبب ان كاتبة الرواية لطيفة الزيات شاركت في السيناريو، ومعاها يوسف جوهر اللي هو كاتب سيناريست قوي جدا وكمان أديب. الحوار في الباب المفتوح كان أجمل ما في الفيلم، لدرجة إن في جمل حوارية عاشت مع الناس حتى الآن، منها العبارات اللي بصوت حسين في جواباته مع ليلى. وعندنا مشاهد لازم نتوقف على الحوار فيها. مشهد لما ليلى تكتشف ان جميلة بتخون جوزها، وحوار جميلة مع ليلى، واكتشاف ليلى انها لو كملت في السكة اللي هي ماشية فيها ممكن تبقى زي جميلة. حوار ليلى مع خطيبها استاذ الجامعي في حفل الخطوبة اللي يعرفها قد ايه هو رجعي وله نظرة دونية للمرأة. في مشهد في تاكسي ليلى واخوها وصاحبتها وحسين هم بيتكلموا على فكرة الايمان بالحب ورفض ليلى لفكرة الحب وخوفها منها. في مشهد ليلى بعد ما انضربت من ابوها وهي بتكلم اخوها وتسأله عن الاصول وايه الصح والغلط، افكارهم هم ولا افكار اهلهم، واخوها نفسه بيرد انه هو نفسه مش عارف. السيناريو عبر عن روح رواية لطيفة الزيات والازمة اللي بتواجهها ليلى، ورسم الشخصيات الاخرى في الفيلم بشكل ممتاز، زي شخصية جميلة الموجودة كنموذج معاكس لليلى في الفيلم، نموذج اللي ليلى بتحاول انها ما تكونش زيه، وكمان شخصية استاذ الجامعة اللي تقدم لخطبة ليلى، اللي المفروض انه انسان مثقف لكن ثقافته وعلمه ليس لها اي اثر على افكاره الرجعية ونظرته المتدنية للمرأة. نلاحظ حاجة في السيناريو وهي رمزية القهوة المدلوقة. لما ليلى تكتشف خيانة ابن خالتها مع الشغالة بتشوف قهوة مدلوقة، وبتربط القهوة المدلوقة دي بالخيانة والصدمة عند ليلى. ولما تروح تقابل حسين قبل سفره بنشوف شغالة دلقة حاجات على الأرض، تفتكر ليلى الموقف مع ابن خالتها وقرر ما تقابلش حسين. وفي حفل خطوبتها لما تلاحظ نظرات خطيبها لجميلة وكلماته عن سبب اختياره ليها، بنشوف فنجان قهوة مع خطيبها وبنلاحظ نظرتها للفنجان زي ما يكون تحذير أو تنبيه. هنري بركات كان متألق وفورمة عالية جدا في الفيلم ده. عندنا مشهد بين ليلى وعصام والأم، وكلام متغطي من ليلى لعصام عن عدم تعبير عصام عن مشاعره. مشهد أشبه بمواجهة، بنشوف فيه حركة كاميرا ذكية جدا من هنري بركات. في ليلى بتتحرك في المكان وعصام قاعد، وليلى بتلومه عن عدم تعبيره عن مشاعره. بنشوف تكوين مع حركة كاميرا بتبين حرفة عالية جدا. وفي مشهد بعد اكتشاف ليلى خيانة عصام وحريق القاهرة، وبيتم اعتقال أخوها من البيت. ليلى في أوضتها بتراقب اللي بيحصل من فتحة باب صغيرة وتقفل الباب، وبنشوفها في الأوضة مربعة ايديها وبتتحرك تدخل السرير وتتغطى بالكامل، ويعمل بركات إسلام للمشهد. مشهد بسيط بيعبر عن حالة من الإحباط والصدمة عند ليلى، ودخولها السرير بالشكل ده مع حركة جسمها بتبين حالة الاستسلام اللي هتدخل فيها. وما تنساش مشهد إنها قفلت الباب على نفسها، وده بيرجعنا لعنوان الفيلم الباب المفتوح. في مشهد لليلى على البحر في المصيف وهي بتعيش مرحلة استسلام، مفيش أحلام بالحرية ولا إيمان بالحب، لكن مع البحر والطبيعة في لحظات سعادة وهي شايفة الحب بين أخوها وصاحبتها، وبتنسى استسلامها وتتأمل البحر وتتمشى. وهنا تشوف حسين وتفرح للحظة لكن تفتكر مخاوفها وتخبي مشاعرها في نفس اللحظة. استغلال بركات للمكان اللي هو البحر وتوظيفه له كان هايل، مع أداء فاتن حمامة طلع لنا مشهد حلو قوي. عندنا مشهد ليلى تقرر انها عاوزة تفسخ خطوبتها، تخطط على أوضة أبوها يطلع، لكن لما بتشوفه بتخاف وتتراجع وتلف تلاقي خطيبها في وشها هو بيقول مفيش فايدة. حركة ممثلين تجسد حالة ليلى ولما عرفت هي عاوزة ايه، لكن خايفة وحاسة كأنها محاصرة. في مشهد مقابلتها لحسين على السلم وأسرتها وخطيبها في المخبأ وقت الغارة، مشهد مصدر الإضاءة فيه شمعة، وفي حديث بين ليلى وحسين. بركات هيوظف ضوء الشمعة اللي بيعمل إضاءة مهتزة علشان يوصل لنا حالة الصراع عند ليلى بين رغبتها في الحب والحرية وخوفها واستسلامها.
وفي وسط الحوار في تكوين بيتم فيه استغلال السلك الحديد للأسانسير مع التباين بين النور والضلمة عشان يظهر لنا ان ليلى أشبه ما تكون انها محبوسة في سجن. مدير التصوير وحيد فريد كان عظيم في المشهد ده. عندنا مشهد مهم جدا وليلى بتقيس فستان خطوبتها ومعاها جميلة اللي ليلى طول الفيلم بتنتقدها ولا تتمنى انها تكون زيها. جميلة بتقول ان فستان ليلى شبه فستان فرحها. هنا بركات بيضلم الجزء في المشهد اللي واقفة فيه جميلة عشان يورينا صدمة ليلى من الكلمة دي، لان معناها ان هينتهي بيها الامر في النهاية انها تبقى زي جميلة، وده الشيء اللي ليلى عمرها ما كانت بتتمناه. مشهد النهاية في محطة القطار، ليلى مع أسرتها بيهربوا للريف، وليلى وصلت لقمة غضبها على خوفها واستسلامها، وهي شايفة ناس مصابة جاية من بورسعيد وناس مسافرة لبورسعيد تنضم للمقاومة. هنا بنشوف الشأن العام بيمتزج مع الخاص، وهنا ليلى بتقرر انها تفسخ خطوبتها وتتغلب على خوفها وترجع ليلى اللي شفناها في اول الفيلم وتفتح الباب اللي قفلته على نفسها وتركب قطر بورسعيد وتنضم لحسين. بركات عمل لقطات هايلة استعرض فيها تفاصيل كتير، النهاية أشبه بلوحة موزاييك فسيفساء، وكل ده اتعمل مع مونتاج لم كل التفاصيل دي ومع تصاعد اللي في مشاعر ليلى في لقطات جريئة عشان توصل للقطر. هنا بانت حرفة بركات وروعة موسيقى أندريا رايدر. هنري بركات عمل إدارة ممثلين رائعة. وهنا هنتكلم على شويكار في دور جميلة، كان اختيار موفق جدا. شويكار كانت هايلة خاصة في مشهد كلامها مع ليلى لما ليلى تكتشف ان جميلة بتخون جوزها. صالح سليم مش ممثل، لاعب كرة قدم صاحب جماهيرية طاغية في وقتها وبيتمتع بوسامة، واختياره كان للاستفادة من جماهيريته. أداؤه لم يكن على المستوى المطلوب، في نفس الوقت ما نقدرش نقول انه كان سيء قوي، لكن كتر خير بركات انه قدر يطلع منه الاداء ده. نيجي لمحمود مرسي، ممثل كبير قوي له حضور طاغي واداء مفيش بعد كده في الدور ده. له لقطة فيها ابتسامة وهو بيراقب فاتن حمامة من بعيد وهي بتشيل الروج بناء على نصيحته وإدراكه إنه سيطر عليها. الأداء كان بسيط وتلقائي بدون مبالغة، سهل ممتنع، تفصيلة صغيرة قوي تبين قدرته وقوته كممثل. أخيرا نيجي لفاتن حمامة، وسبق في الحلقة العاشرة إننا أشرنا إن فاتن حمامة وبركات هم أشهر وأنجح تعاون بين ممثلة ومخرج في تاريخ السينما المصرية. ده بيبان جدا في الباب المفتوح. فاتن كانت وصلت لدرجة عالية من النضج والخبرة، ونجحت إنها تعبر عن حالة الصراع اللي داخل ليلى بين رغبتها في الحرية وخوفها من الجرح والصدمة. كل ده بان في لقطات قريبة كلوز اب استخدمها بركات كتير في الفيلم ده. استغلالها لحركة جسمها في مشهد اللي هو جوه اوضتها بعد القبض على اخوها يبين قد ايه انها كانت متمكنة من ادواتها. والحقيقة ان الباب المفتوح من الافلام اللي نفهم منها ليه فاتن حمامة هي الممثلة الأهم في تاريخ السينما المصرية وليها المكانة المميزة دي فيها. الباب المفتوح فيلم من أهم الأفلام اللي ناقشت قضايا المرأة، دخل في تفاصيل كتير وصور لنا المعاناة اللي تعاني منها النساء في مصر، وفكرة الخوف من المحاولة للتحرر للخوف من الجرح والإيذاء ومن قسوة المجتمع، وربط قضية المرأة بقضايا الوطن وإن حرية المرأة هي جزء لا يتجزأ من حرية الوطن. وكل ده مع إخراج هايل من مخرج متمكن وكبير زي بركات، ومونتاج فتحي قاسم، وموسيقى أندريا رايدر، وتصوير وحيد فريد، مع سيناريو يوسف جوهر ولطيفة الزيات في تجربتها الوحيدة في السينما. كل ده تفاعل مع بعضه وعمل تحفة كلاسيكية من تحف السينما المصرية عايشة حتى الآن، وهي الباب المفتوح. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، وما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك لو الفيديو عجبكم.